الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله المجتبى ورسوله المصطفى أدى الأمانة وبلغ الرسالة. اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وانتشارنا من بعده انتشارا ساميا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا عاصيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، الدين المعاملة وحسن الخلق، هذه عبارة جامعة. البعض يظنها أنها حديث أو أثر، وهي ليست كذلك. هي عبارة جامعة، ولكن مضمونها موجود في كثير من آيات الله سبحانه وتعالى، وفي كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظوها جيدا: الدين المعاملة وحسن الخلق. البعض يظن أن الدين مقتصر على أداء الشعائر والأركان، وأن المسلم إذا أدى الصلاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وأدى زكاة ماله إن كان من الأغنياء الذين يفرض عليهم، فقد جاء بجميع أحكام الدين وتفاصيله. وهذه الحقيقة مفهوم مختصر ومفهوم منقوص لمفهوم العبادة. الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في هذا الكون من أجل العبادة. نعم، الإنسان مستخلف في هذا الكون لعبادة الله. هذه العبادة ليست في ديننا مقتصرة على الشعائر الدينية، وإنما الشعائر الدينية هي أركان لها، كالبيت الذي له أركان. لكن هذا البيت الذي له أركان وليس له جدران وليس له أبواب وليس له نوافذ لا يحميك من الحر ولا من القر، لا يحميك لا من الصيف ولا يحميك من الشتاء. علاش؟ لأن البنيان لم يكتمل، قام على أركان ولكن لم يحمى ولم يبنى على حسن حال وحسن هيئة. هذا هو مفهوم العبادة في الإسلام. الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إكمال الدين ليس بمجرد الشعائر، وإنما الشعائر نقطة انطلاق نحو انعكاسات التصرفات والأفعال في الحياة. صلاتك، صيامك، حجك، عمرتك يجب أن تنعكس إيجابيا في حياتك الأسرية، في حياتك المجتمعية، في حياتك الوظيفية. الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ليس له من قيامه إلا التعب، ليس له من قيامه إلا النصب. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، ليس له من صيامه إلا العطش. لما؟ لأن الصلاة ولأن الصيام لم ينعكس على تصرفات الإنسان وعلى أخلاق الإنسان وعلى أفعال الإنسان وعلى أقواله. ولذلك قلت لكم إن هذه العبارة عبارة جامعة. الدين معاملة وحسن خلق، الدين المعاملة وحسن الخلق. وقولوا للناس حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم بادر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال أراد أن يزيل هذا القصور في فهم العبادة في الدين. نظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أتدرون من المفلس؟ سؤال: أتدرون من المفلس؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجابوا بحسب ظاهر الإجابة، بحسب البعد المادي. المفلس من لا دينار له ولا درهم، اللي ما عندوش فلوس مفلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، اسمعوا جيدا، المفلس أخلاق المفلسين. المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أتم الأركان لكن لم يشيد البنيان، أتم الأركان لكنه لم يشيد الجدران ولم يحسن ولم يزين البنيان. قال: المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، لا يراعي في المسلمين إلا ولا ذمة. على مستوى السلوكيات 0/10، على مستوى الأبعاد الوظيفية والمهنية والمجتمعية 0/10. لا يستطيع أن يتفاعل تفاعلا إيجابيا مع المجتمع، لا يستطيع أن يتفاعل تفاعلا إيجابيا مع أسرته. هذا يحرم ابنه من الميراث، وذاك يحرم ابنته من الميراث، وذاك يفضل بعضا على بعض، وذاك يحقر الزوجة ويكلفها أكثر من طاقتها، ويفعل ما يشاء دون انضباط ولا امتثال في حياته الأسرية. فإذا خرج إلى المجتمع وجدنا في تصرفاته من الغيبة والنميمة والبغض والحسد وسوء الظن ما الله أعلم به. إذا ليس هناك انضباط، ليس هناك امتثال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه في الأثر. لماذا؟ الأصل أن من موجبات قراءة القرآن جمع الحسنات، فلماذا في بعض الأحيان قراءة القرآن ترتد على صاحبها؟ لأنه يقرأ القرآن ولا يمتثل آياته، لأنه يصلي ويقوم الليل ولا يمتثل إلى معنى العبودية لله، إلى معنى تعظيم الله، إلى معنى رقابة الله، إلى معنى أن الله سميع، أن الله بصير، أن الله محيط. فكيف تعبد إلها ثم بعد ذلك تعصيه؟ عصيانه ليس مجرد في مسألة علاقتك بالصلاة والصيام، بل عصيانه في ذاك وفيما سواها من الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية. ولذلك أيها المسلمون، قلنا أن الدين هو معاملة وحسن خلق. الآفات الاجتماعية التي انتشرت في المجتمعات اليوم سبب هذا الفهم القاصر، هذا الفهم المقصور على أن الدين مجرد شعائر. يحج ويعتمر، يصوم ويصلي، يظن أنه قد حاز أعلى عليين، ولا يبالي بالآفات الاجتماعية التي يرتكبها. الشيخ العلامة بن عاشور في تفسيره يقول: إن إصلاح المجتمع يبدأ بإصلاح الفرد. إذا لم ينصلح أمر الفرد فلا ينصلح أمر المجموعة.
ولا ينصلح أمر المجتمع ولا ينصلح أمر الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا هذه رحمكم الله للاستثناء. ودائما المستثنى يكون أقل من المستثنى منه. أنت تستثني كما ذكرت لكم في أكثر من مرة القليل من الكثير، فأنت تقول 100 إلا 3، 10 إلا 1. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، دليل على ما يرتكبه التاجر في معاملاته من فجور، من خروج عن حدود الله، من عدم مراعاة الناس في حقوقهم، من أكل أموال الناس بالباطل، من الربا، من الغرر، من الغش، من الزور، من البهتان. إلا من اتقى الله وبر في تجارته وصدق في تجارته. اليوم الناس يماطل حتى في سداد ما عليه من ديون. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. أيها المدين، إذا كان عليك دين وأنت في مقدورك أن تسدده في الآجال، فكل يوم تأجيل وكل يوم تأخير هو ظلم منك. تأتي يوم القيامة وأنت ظالم لأخيك. لا تتهاون ولا تتساهل في اليوم واليومين، ولا في الأسبوع والأسبوعين، ولا في الشهر ولا في الشهرين، لأن حقوق يجب أن تؤدى كما اتفقتم في الأجل المتفق عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف المماطل، هذا الذي يتلكأ في الخلاص والسداد، وصفه بأنه ظالم، فقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، مماطلته وتلكؤه عن سداد ديونه في الآجال هو ظلم. ولذلك الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن يتأخر عن سداد الديون ولمن يماطل في سداد الديون، فقال: يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه وعقوبته. غدوة وقت اللي انت تبدأ تأجل في السداد وتماطل في الخلاص وتتلكى، لا تلومن فلان الدائن إذا اشتكاك للقضاء. يحل عرضه وعقوبته وإذا شهر بك، ولا تعتبر نفسك بعد ذلك مظلوما، لأنك أنت البادئ وهو عنده من نصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيز له أن يشهر بك، لأنك قادر على الخلاص ولم تؤدي دينك في الأجل المحدد. ويحل متابعتك قضائيا. هذه نصوص، هذه أحاديث. إشكالية الناس اليوم لا ينضبطون بالأحكام، ينضبطون بالأهواء. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف قال: إن الله يحب العبد سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى. الناس اليوم إذا كان بائعا يريد الكفة لصالحه، إذا كان مشترا يريد أن تكون الكفة لصالحه. لا، لابد نوع مسامحة، نوع من السماحة في عملية البيع، في عملية الشراء، في عملية الاقتضاء، في عملية سداد الديون، في عملية احترام الآجال. وإلا فأنا أتساءل الحقيقة، هل هذه الموبقات وهذه المشكلات المالية والاقتصادية والآفات الاجتماعية التي تنتشر بين مجتمعنا، هل هي من أناس يأتون من المريخ أم يأتون من زحل؟ أليس هؤلاء الناس الذين يمشون على الأرض؟ أليس هؤلاء الرواد الذين يؤمون الصلوات؟ أليس هؤلاء الناس الذين يصومون رمضان؟ أليس هؤلاء الذين يحجون بيت الله؟ فلما إذا جاءوا إلى المعاملات وجدناهم لا يمتثلون لأحكام الله؟ فهذه إشكالية كبيرة، قصور في فهم معنى العبادة وفهم الدين. الدين
المعاملة وحسن الخلق. الرشوة وما أدراك ما الرشوة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. الناس اليوم يبررون للرشوة، والعلاقات لا تقوم إلا على الرشوة، والناس ثخنوا بجراحات الرشوة. من الذي يرتشي؟ عالم الجن. من الراش؟ من المرتشي؟ من الذي يسعى بينهما؟ هل هو من عالم الجن أم من عالم الإنس؟ هل هو من عالم الأرض أم من عالم المريخ؟ كل يرفع يديه: أنا نظيف، أنا صافي، أنا نقي. إذا من الذي يفسد المجتمع بمثل هذه المماطلات وبمثل هذه الرشاوي وبمثل هذه المعاملات والآفات الاجتماعية التي أرهقت البلاد وأرهقت العباد؟ هذا هو الدين، هذا هو جوهر الدين. إذا كنت تريد أن تأتي يوم القيامة سالما غانما غير مفلس، فاحذر من العلاقات الاجتماعية، واحذر من المعاملات المالية، أن تنتهك حرمات الله، أو أن تتعدى على أحكام الله، أو أن تقصر في أداء حقوق الناس وإيصال الحقوق إلى أصحابها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن بيع المضطرين حرام، ألا إن بيع المضطرين حرام، ألا إن بيع المضطرين حرام. قد تضطر الإنسان أحيانا، ظروف صحية أو ظروف لتعليم أبنائه، أو الله أعلم ظروف قضائية أو ما سوى ذلك لتسديد ما عليه من ديون، فيأتي قروش الأسواق وينصبون عليه وينكبون عليه ويشترون منه بأقل من ثمن السوق، بأقل من سعر السوق، بأقل من ثمن المثل، لأنهم يصطادون في الماء العكر، يبحثون عن اضطرارات الناس، ويبحثون عن إكراهات الناس، ويبحثون عن إلجاءات الناس، ويبحثون عن كل ما اضطرته الظروف الصحية أو الظروف التعليمية لأبنائه أو أي ظرف من الظروف، فينهشون لحمه ويشترون منه بضاعته بأقل من ثمن السوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن بيع المضطرين حرام، ألا إن بيع المضطرين حرام، ألا إن بيع المضطرين حرام. وغبن المسترسل، هذا الذي يصدقك، هذا الذي يطمئن جانبه إليه بحكم صداقتك، بحكم زمالتك في الوظيفة، بحكم ارتيادك معه في المسجد، فيطمئن إليك ويظن أنك إنسان تقي بر صادق، فتغتنم هذا الاسترسال وتبيع له بيعا إما فيه معيب أو بأثمان باهظة غير أثمان السوق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن غبن المسترسل حرام. ولذلك أيها المسلمون، هداكم الله، أرشدكم الله لما فيه الخير والصواب. اتقوا الله، اتقوا الله، لأن المعاملات بينك وبين العباد تقوم على المشاحة، وأما العبادات التي بينك وبين الله فإنها تقوم على المسامحة. أهون عليك وأيسر عليك أن تأتي يوم القيامة وقد قصرت في نوع تقصير من صيام أو صلاة، ليس تهوينا في العبادات، ولكن لأن العبادات بينك وبين الله تقوم على المسامحة، وأما الحقوق التي بينك وبين العباد فتقوم على المشاحة والمكايسة. والإنسان يفر يوم القيامة حتى من أمه وأبيه، وحتى من زوجته، ومن كل الناس جميعا، لعله ينجو من عذاب الله. فاتقوا الله أيها المسلمون. هدانا الله وإياكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبالله ثقة نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أيها المسلمون، ما أريد أن أنبه إليه في هذه الخطبة الجمعية إياكم والفهم القاصر للإسلام. الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا القرآن وخلق الأكوان وجعلك مستخلفا في هذا الكون، إنما قصد من وراء ذلك أن تكون أحكامه والسائدة في جميع علاقاتك، فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين نفسك، وفيما بينك وبين العباد، سواء في علاقاتك الأسرية أو في علاقاتك في الوظيفة والمهنة أو في السوق أو فيما سوى ذلك. ولذلك أيها المسلمون، إياكم ثم إياكم من هذا المفهوم القاصر للعبادة الذي يقتصر على مجرد الشعائر، ثم بعد ذلك تجد المسلم ينتهك الحرمات ويأكل أموال الناس بالباطل ويغش ويغرر بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين عاقبة هذه الأفعال، وقد بين عاقبة هذه التصرفات، ونهى عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن أكل أموال الناس بالباطل. فما عليكم أيها المسلمون إلا أن تنتبهوا إلى مثل هذه الإشكالات التي عمت وانتشرت في المجتمعات. والإنسان قد أخذته الحياة بوقتها وبزينتها وبزخرفها، ولا يسأل عن الحرام من الحلال، ولا يتبين الحلال من الشبهات، ولا يتقي الله في المعاملات، ولا يتقي الله في إعطاء الناس حقوقهم، ولا يتقي الله في تسديد حقوق الناس. إن كنت مسلما حقا، إن كنت مسلما تؤمن بالله الرقيب الحسيب، إن كنت مسلما تؤمن بالله السميع البصير، إن كنت مسلما تؤمن بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجرة الصماء، فكيف بعد ذلك أيها المسلم تنتهك حرمات الله؟ وكيف تأكل أموال الناس؟ وكيف لا تعطي الناس حقوقهم؟ هل ضمنت الحياة ل10 سنوات قادمة؟ هل ضمنت الحياة لسنة قادمة؟ بل هل ضمنتها لشهر أو لأسبوع؟ من أدراك أن الحياة ستتوقف بك بعد لحظات؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، واخشوا الله حق خشيته، واتقوا الله حق تقاته. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلوا وسلموا على النبي المختار، فقد أمرتم بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضلالا مضلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أطلعت عليه عبادك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تنصر إخواننا في غزة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همهم، اللهم فرج كربهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم يا ربي خذ بأيديهم، اللهم يا ربي ألطف بهم فيما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.